بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تسأل عن ورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فيه الحث على صيام العشر. نعم، تسأل عن حكم صيام العشر كما سمعنا في حديث ابن عباس في صحيح البخاري الذي ذكرته قبل قليل: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا سبحان الله من خير يعمله في عشر الأضحى. فهذا يدلك على أن العمل الصالح، أي عمل صالح من صلاة سواء فريضة أو نافلة أو صيام أو صدقة أو بر بوالدين أو صلة رحم أو إحسان أو أمر بمعروف ونهي عن منكر أو نشر للعلم أو قراءة قرآن أو ذكر بأنواعه، وإن شاء الله نفصل فيه بعد قليل، أنها هي أفضل ما يعمل في هذه الأيام. سبحان الله. فصلاة الظهر التي تصليها أو صلاة العصر تصليها في عشر الحجة أفضل من صلاة ظهر تصليها في رمضان أو شعبان أو محرم أو صفر. وعلى ذلك فقس بقية الصلوات. صلاة الضحى التي تصليها في عشر ذي الحجة أفضل من ركعتين مثلهما تصليهما في أي شهر من أشهر العام. سبحان الله يا أخي. صلاة الليل التي تقومها في عشر ذي الحجة أفضل من مثل هذه الصلاة إذا قمتها في رمضان أو في شوال أو في محرم أو صفر وغيرها من أشهر العام. وعلى ذلك فقس بقية الأعمال فرائضها ونوافلها. فإن العمل إذا ليلة القدر حتى ليلة القدر، ذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، عشر ذي الحجة من العشر الأواخر من رمضان. فذهب بعض أهل العلم إلى تفضيل العشر الأواخر من رمضان لوجود ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، يعني العمل الصالح فيها خير من العبادة في 1000 شهر سواها. سبحان الله، كأنك عمرت 83 سنة و4 أشهر قضيتها كلها في طاعة الله. سبحان الله، شوف فضل هذه الليلة. والجمهور أهل العلم قالوا بل عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان. وتوسط بعض العلماء فقالوا إن أيام عشر ذي الحجة يعني نهارها أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان التي فيها ليلة القدر أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. وإن كان الأرجح والأقوى دليلا أن القول الجمهور، وهو أن عشر ذي الحجة أفضل من عشر الأواخر من رمضان حقيقة، لأن الأحاديث صريحة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام، وهنا أيام نكرة في سياق النفي، وهي مزيدة من البيانية أيضا الاستغراق النفي، يعني كأنه قال معنى الحديث: ما من أيام الدنيا أيام أعظم عند الله ولا أحب العمل إليه العمل فيهن منه في هذه الأيام العشر. وهذا جاء مصرحا به في عدد من الأحاديث بالنص، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن منه في هذه الأيام العشر.